يا عبد الله، انا معايا تليفون الشاومي النوت 14 برو. برايك اغيره واجيب ايفون 11 ولا بلاش؟ تنصحني بيه بسرعه يا عبد الله. تعال اقول لك انصحك بيه. لو انت واحد ملكاش في السوشيال ميديا ولا بتطلع لايفات، خليك على نفس التليفون لعده اسباب. تعال اقولهم لك. اول حاجه، ان شاشتك 120 هرتز على عكس الشاشه الثانيه 60. شاشتك سوبر اموليد على عكس الثانيه اي بي اس. شحنك سريع 45 واط على عكس الثانيه اقل من 20 واط، 15 واط تقريبا او اقل. شاشتك كمان بتدعم المريال لون على عكس الشاشه الثانيه. فانت عندك وحجم الشاشه اكبر، عندك مميزات مش هتلاقيها في الايفون 11. المميزات دي انت اولى تستفاد بيها لو مش هتصنع محتوى، لان الايفون 11 صناعه محتوى فقط لايفات. مساحتك اكبر، راماتك اكبر، كل حاجه عندك احسن من ايفون 11، بالذات لو انت مستخدم عادي مش مستخدم كاميرا او لايف زي ما قلت لك في اول الفيديو. انزل بقى اشترك وفعل زر الجرس على الكل واعمل لايك عشان يوصلك المحتوى الجديد بتاع عبد الله رجب وتستفاد، عشان ما فيش اي حد يخدعك خالص في محتوى التليفونات ده. تبقى رقم واحد، واي حد يسال في اي حاجه تكون عارفها. ده ليه؟ عشان بتتابع عبد الله رجب. في نهايه الفيديو صلى على حبيبي وحبيبك عليه افضل الصلاه والسلام. يطلع واحد فضل لك من وسط التعليقات يقول لك انت ماسك ايفون ومش عايز تمسك، مش عايز تمسك الناس ايفونات ليه يا اخي؟ انت ليه بتحب نفسك وعايز تمسك ايفون وما تمسكش الناس؟ واحد يخليك تمسك الكيبورد وترزعها كده تكسر كل حاجه قدام. يا حبيبي انا مش لسه قايل لك في اول الفيديو ان لو صانع محتوى وبتطلع لايف تجيب ايفون؟ انا باجي بقدم محتوى على السوشيال ميديا عشان كده جايب ايفون. فما تجيليش تطلع لي وسط التعليقات تقول لي انت ماسك ايفون مش عايز تمسك الناس، الناس كلها تمسك اندرويد. لا، الناس تمسك اللي على مزاجي. انا بس بطلع انصحك ده صح وده غلط، وانت ليك حريه الاختيار في النهايه. بس اللي انا عايز افهمه لك. وصلى على النبي يا ريس.